لازلنا لحد النهارده بنعظم الاجانب، لكن احنا كمصريين نشيل بعض ونعلي بعض يعني من بعيد لبعيد. في حاجات نفسيه لسه تعبانه شويه. الاجانب لما يقول لك انت لعبت شطرنج ليه؟ او اخترت ليه؟ انت ما تقدرش تقول له. لكن كل الاحترام اللي انا هرد عليك اقول لك رؤيه فنيه. وارجو من الناس اللي في السوشيال ميديا والمواقع والبرامج الرياضيه ياخدوا بالهم من الاحاديث ان احنا ما بنلعبش حد. ده احنا هنوصل افريقيا، هنوصل كاس عالم واحنا مغمضين. ده احنا هنوصل نهائيات كاس احنا بنفكر ناخد ايه في كاس الامم. فارجوكم انتوا شايفين الناس الفرق اللي هي بتعمل ما بتعملش حساب كل ماتش ولا بطوله، ممكن تتفاجئ، ممكن انتوا اللي عليكم دور كبير. مش انتوا اللي هنا لوحدين في السوشيال ميديا في مصر. ارجوكم خدوا بالكم من الكلام. الضيوف العظام الكبار في البرامج الرياضيه ياخدوا بالهم من كلامهم، على لان كلامهم ممكن ياثر نفسيا ومعنويا على اللاعبين. اللي هو الامور سهله، الامور مش سهله، مفيش حاجه سهله. افريقيا مش سهله. عايزين نتعامل مع منتخب مصر بطريقه بروفيشنال شويه، يعني لازم نحط كل حاجه في موضوعها الطبيعي. زي ما احنا بنتعامل مع الانديه بندي حجم البطولات الافريقيه للانديه حجم كبير جدا. يعني مثلا قرعه سيمبا مثلا مش عارف مين وجروبايا مين والشرطه ايه وفريق المنتخب والفرق الافريقيه، ونيجي عند سان داونز هي اس ار سان داونز. لكن الفرق كلها نقول المجاميع بتاعه الانديه المصريه بتاعتنا مجاميع متوازنه يعني فيها قوه. طب اذا انت بتتكلم كده عن انديه افريقيا اللي الوحيدين، احنا الوحيدين، انديتنا الوحيده اللعيبه بتاعتها دوليين، واثنين ثلاثه في سان داونز. كل المنتخبات قولوا لي فين الانديه بتاعت الكاميرون وبتاع السنغال وبتاع مالي اللي هي من اعظم المنتخبات الافريقيه اللي موجوده، هي بوركينا فاسو. فين الانديه دي؟ اذا الانديه المنتخبات دي كلها لعبتها فين؟ في اوروبا. احنا الان عندنا 7 لاعبين محترفين تقريبا يعني، وفي 2 تقريبا في اوروبا، وكان تريزيجيه لسه جاي وبيشتغل في الدوله العربيه محترم والدول العربيه محترم، هو محمد فتحي. طيب لو احنا قارنا بالمحترفين اللي عندنا والمحترفين اللي في الانديه اللي احنا المنتخبات اللي هنلعبها، الموضوع مش في صالح. لما نتعامل مع الانديه بطولات الانديه الافريقيه احنا في صالحنا، احنا اللعيبه بتاعتنا كلهم دوليين. اللعيبه اللي موجوده في الانديه بتاع كل بطولات افريقيا الانديه كلهم محليين. فاذا يا رجاله منين السهوله يا جماعه؟ منين السهوله؟ هو انت عايزين تعظموا او تقللوا من حجم مجهود اللعيبه دي؟ لعيبه منتخب مصر؟ فانا حتى بس يعني انا اختصر لكل الكلام. طبعا في ناس هتسال عن اختيارات اللعيبه، فانا بختصر له زي المدربين الاجانب اللي جم هنا واحترمناهم. احنا لازلنا لحد النهارده بنعظم الاجانب، لكن احنا كمصريين نشيل بعض ونعلي بعض يعني من بعيد لبعيد. في حاجات نفسيه لسه تعبانه شويه. فلما المدربين الاجانب لما يكون مكاني دلوقتي مدرب مصري لنادي منتخب او نادي، او مدربين المحترمين للانديه الاجانب، لما يقول لك انت لعبت شطرنج ليه؟ او اخترت ليه؟ انت ما تقدرش تقول له. لكن كل الاحترام اللي انا هرد عليك اقول لك رؤيه فنيه. صح كده؟ لان لو احترمك هرد، لان انت عارف انا عارف شغلي ايه. انا عارف في مواصفات لكل مركز بالنسبه لي. المنتخب غير النادي. المدافع الفلاني ده لما يجي انا بختاره لان عنده لازم فيه قوه، ولازم بيلعب بالالتحام، لازم سرعات، لازم تغطيه. مش معنى ان هو اسمه كويس هو في الدوري بتاعنا تبقى فيها الانديه بتاعتنا يبقى انت هتلاقيه في نفس الشيء المنتخب. فانا بقيس قياسات غير كل واحد ليه رؤيته، لان انا بتحمل المسؤوليه كلها انا وجهازي. فلما بشوف النهارده تريزيجيه هو يقدر يقول
ابراهيم ما يقدرش يقول بدون امكانياته الماتشات الدوليه هتبقى كذا. هي دي تحليلات يا رجاله، انا مش هباتف، انا مش بخترع. لكن الكلام اللي انا بقوله ده ممكن تاخده وتكبره لو انا اجنبي. كانك بتعمل دراسات، بتدي محاضره ناس يشوفوا الراجل بيقول ايه، عايزين نتعلم، عايزين. لكن مصري وطني هنقعد نشكك فيها عامل اللي انا مش محترم ده. انا بقول انا جاي اشتغل، ولا اسم حسام ابراهيم هيجيب غير بفرحه الجماهير المصريه، وانتم مصريين مش زيين. هو ده الاساس عندي.